هتاكل احلى فطير حلو وحادق انت واصحابك من المكان ده لو انتوا اكيد. يا جماعه احنا جايين دلوقتي نجرب عم سمير في فرعه الجديد اللي في مدينه نصر. معاكم جو نصر، يلا بينا. ركبنا بقى على طول العربيه وطلعنا على مدينه نصر. المكان ده بتاع مجموعه شباب مصريه وده الفرع التالت بتاعهم وقريب هيفتحوا في السعوديه. المكان بقى متخصص بس في الفطير الحادق والحلو وده اللي مميزه. طلبنا بقى فطيره صدق بسطرمه كيري والتانيه تشيكن رانش. الفطيره صدق بسطرمه كيري الحشو اللي فيها محترم جدا وباين كمان ان هم مستخدمين كواليتي جبن عاليه. ميكس الموتزاريلا مع الصدق مع البسطرمه مع الكيري تحفه. الفطيره دي الميكسات كتيره كده في بعض طعمها حلو قوي وكمان حشوها كويس جدا وكواليتي اللحوم والجبن مصروف عليه. دي اللي لو رحت هناك تاني لازم اطلبه. وكمان بينزل معاه صوص باربيكيو، جربه هتدعي. دخلنا بقى على تاني حاجه وهي التشيكن رانش. مبدئيا كده اللي ظاهر ان الحشو اللي فيها مليان وكميه الفراخ محترمه. من اول قطمه ما فضلتش طعمها بس لما جربتها تاني عجبتني قوي. وكمان في طعم الفراخ كده فانت هتحس بتست مزازه انا بحبه قوي. لو انت بتحب الحاجات اللي زي كده فانصحك ان دي لازم تجربها. وهم بقى مهتمين بالكواليتي قوي ولو انت محتاج تعلي التست شويه فجربها بالباربيكيو. الشمس جامده قوي. جربنا كمان الفطير الحلو من عندهم نص نوتيلا ونص لوتس. بدانا اول حاجه بالنوتيلا واللي باين على قوامها ان هي خام. واللي بالمناسبه يا جماعه دي النوتيلا المصري تقيله قوي، دي الناس اللي بتحب الحاجات التقيله فدي ليهم. الفطيره كده مع الكاستر مع النوتيلا روعه بس عيبها ان هي تقيله. الفطيره مورقه كده وواخده طبقات كتير ومعنى كده ان هي واخده سمنه بكفايه وكمان مع الكاستر فبيخليها قطره كده وبتدوب اسرع. ندخل بقى على النص لوتس وهي غرقانه لوتس بمعنى الكلمه. صوص اللوتس اللي فيها كتير وكمان كواليتي اللوتس محترم. هتحس ان انت دخلت حرب كده بس الكاستر مهدي الدنيا. طلبنا ميكس بقى قشطه وبسبوسه واسعارهم بقى مقارنه بالكواليتي اللي هما بيقدموه فهو مناسب قوي. عجبتني اول قشطه بسبوسه دي بعكس ما انا كنت متوقعها ان هي هتبقى تقيله. كان في بقى الكونو مانجا كان نفسي اجربها بس للاسف كانت خلصت. والمكان ده بقى هو عم سمير بتاع الفطير وده فرعه الجديد اللي في مدينه نصر في شارع مكرم عبيد عند حديقه الطفل. هسيب لكم برده المنيو على الشاشه. المكان حلو قوي وقعدته هاديه ومناسب قوي لو انتوا عائلات او جروب مع بعض. هستناكم تجربوا عم سمير بتاع الفطير وتقولوا لي رايكم في الكومنتات.